صباح الخير أو مساء الخير عليكم حبايبي أصحاب مواليد برج الدلو. هنشوف دلوقتي توقعاتك، هنشوف ايه الأخبار عندك، هنعرف الطاقة بتاعتك. انزلوا باللايك الجميل، ولو أول مرة بتنور قناتي اشترك بالقناة، فعل الجرس على الكل عشان يوصلك مني دايما كل جديد بقدمه. طبعا حبايبي القراءة دي بتكون قراءة عامة، يعني مستحيل تنطبق مع كل الناس، ولكن بتنطبق مع الجنسين رجل وامرأة ولجميع الأعمار. حبايبي الغاليين، تاريخ مواليد برج الدلو بتبدأ من 20 يناير لحد 18 فبراير. برج الدلو البرج اللي دايما بيعيش بين العقل والقلب، وبين الحلم والحقيقة، وبين الهدوء اللي من بره والدوامة اللي من جوه. برج تفكيره سابق عصره، وفيه لمعة استقلال ولمسة جنون وروح مش بتتكرر. بالرغم انه ظاهر انه بارد، بس جواه محيط كامل من المشاعر اللي مش بيظهرها الا للي يستحق. برج الدلو دايما بيعرف يشوف الصورة كبيرة، ما بيحبش القيود، ما يعرفش يعيش في ضوضاء المشاعر، بس بيعرف يحب بطريقة مختلفة. حب نضج، حب عقلاني، حب الروح قبل الشكل. برج الدلو هو البرج اللي ساعات بيقفل وساعات بيظهر وساعات بيبعد وساعات بيقرب، ومهما كان بعيد جواه حنين ما بيخلص. برج الدلو قلبه حساس اكتر مما الناس فاكرة، ولكن كرامته خط احمر، وحريته اهم ما يملك. ولو اتخنق بيطير، ولو اطمن يغرقك حب. ولما هنتكلم عن العشريات الثلاثة، هنقول ان العشرية الاولى بتبدأ من 20 يناير لحد 29 يناير. النهاردة عندك ارتباط عاطفي بسيط، ممكن تحس انك مش قادر توازن بين كلام قلبك ورسائل عقلك. كمان في حاجة مخبيها في جواك كده، كان نفسك تقولها لحد، بس موقف بسيط هيمنعك. القمر واقف قدامك بشكل يخليك حساس زيادة وتلقط أي كلمة بسرعة، بس في المقابل بيفتح لك باب رزق أو فكرة جديدة هتلمع قدامك فجأة. أما العشرية التانية من 30 يناير لحد 8 فبراير، انت أكتر هدوء النهاردة، وعندك طاقة تحليل، بتشوف كل حاجة من فوق كأنك مش مشارك، وده بيخليك تفهم الناس أكتر من غير ما تتكلم. حد من الماضي ممكن يحاول يقرب، أو شخص جديد هيحاول يختبر مشاعرك في الشغل. عندك كمان انطلاقة صغيرة بس محتاجة تركيز. أما العشرية التالتة بتبدأ من 9 فبراير لحد 18 فبراير. المشاعر عندك عالية أوي النهاردة، ولو بتداريها هتظهر في عينك. في حد بيراقبك وبيفكر فيك أكتر مما انت تتخيل، والطاقة الفلكية بتقول انك هتحس يعني باهتزاز كده بسيط حوالين علاقتك مهنيا. كمان في مفاجأة بس مش كلها واضحة، ومستنياك خطوة صغيرة بس دماغك كبيرة. برج الدلو انت النهاردة طاقتك ماشية بين العقل اللي صاحي والقلب اللي بيحاول يتكلم. هتحس انك واقف على حافة قرار مهم. من اول ما هتصحى من النوم هتحس بذبذبة بسيطة، كأن في كلمة كده كان لازم تتقال وما اتقالتش. كمان القمر واقف في منطقة بتخليك حساس، اي كلمة صغيرة يعني هتضايقك، واي حركة من حد هتحطها تحت الميكروسكوب. وفي نفس الوقت عندك صفاء غريب، كأن دماغك بتصفي حسابات قديمة. كمان مشاعرك من ناحية حد معين بتقوى، بس لسه كتير منك مش قادر يعترف بده. في حبيب أو شخص قريب منك مستني منك إشارة حتى لو صغيرة. كمان قلبك بيقول حاجة ودماغك لسه متردد. عندك طاقة انسحاب طفيفة، بس هتعزل نفسك وهتقلل كلامك. لو بتحب حد النهاردة هتفضل تبص على صورته من غير ما تاخد بالك. ولو منتظر تصالح، في إشارة صغيرة النهاردة بتقول إن الباب مش مقفول،
الحبيب مراقبك بس من بعيد. كمان عندك برج مائي تحديدا سرطان أو حوت، هيقرأ كلامك ويفهم صمتك. أما برج ناري أسد أو قوس فحاسس إنك بتبعد وده مجننه. كان في كمان برج ترابي عذراء أو جدي شايفك غامض وده عامله قلق. برج الدلو القمر بيلعب معاك لعبة غريبة، بيقرب لك ذكريات وبيبعد عنك هموم، ولو انت زعلان النهاردة هتحس ان التعب أخف. برج الدلو النهاردة الناس هتسمع لك أكتر من الأيام اللي فاتت، في كلمة هتقولها النهاردة هتأثر في حد، وفي شخص بيتلكك يكلمك حتى لو بطريقة غير مباشرة. كمان يا برج الدلو في حد بيسأل عليك من غير ما يبان، وفي حد عليك زيادة، وحد من الأبراج الترابية بيحاول يقرب بس خايف، وحد ناري مستعجل وبيستعجلك وده بيعصبك، وحد مائي عايز يطمن انك مش زعلان منه. النهاردة قلبك بينده على حد بس لسه مش هتاخد خطوة. برج الدلو كمان عايزة اقولك النهاردة نفسيتك هتكون اريح بكتير من الفترة اللي فاتت، وطاقة اليوم ماشية معاك، واختام اليوم كله هيكون يوم هادي ويوم كشف ويوم راحة، ويوم بيقولك ما تستعجلش الخير جاي. ودلوقتي توقعات الفلك لرجل برج الدلو. الفلك بيقولك مزاجك متقلب شوية بس تفكيرك نظيف وواضح، عندك انسحاب بسيط من الناس بس قلبك مفتوح لشخص معين، هيفرض حدوده ومش هيقبل ضغط، عندك حنين وعندك رغبة في الكلام بس مستني اللحظة المناسبة. ممكن تعمل خطوة صغيرة في اتجاه علاقة أو تنتبه لتصرف غريب من حد. أما توقعات الفلك للجميلة امرأة برج الدلو، الفلك بيقولك انت النهاردة جمالك طاغي، عندك كاريزما هادية، مشاعرك هادية لكنها قوية جدا، في رصد طاقات الناس من غير ما تتكلمي، حد بيفكر فيكي وطاقتك وصلته، عندك فرصة عاطفية لطيفة، ولو فتحتي قلبك شوية هتلاقي ارتياح كبير. أما رسالة الفلك لبرج الدلو النهاردة، الفلك بيقولك اطمن، اللي راح مش خسارة واللي جاي أهدى وأوضح، سيب ربنا يكمل لك الصورة اللي بدأت تتفتح. الصبر مش ضعف، ده قوة، وانت قوي جدا أكثر ممن تتخيل. ودلوقتي حبايبي وصلنا لفقرة توافق برج الدلو مع باقي الأبراج. برج الدلو مع الحمل انسجام في الفكرة، نسبة توافق 62%. الدلو مع الثور احترام ولكن بطء، الثور بيرهقك، نسبة توافق 55%. الدلو مع الجوزاء راحة وفهم عالي، نسبة توافق 88%. مع السرطان حب بس السرطان عاطفته أعلى منك، نسبة توافق 50%. مع الأسد جذب قوي، نسبة توافق 67%. مع العذراء تفكيركم بيشبه بعض، نسبة توافق 60%. مع الميزان علاقة هادية ومتوازنة، نسبة توافق 90%. مع العقرب غموض وغيرة، نسبة توافق 48%. مع القوس حركة وضحك، نسبة توافق 70%. مع الجدي احترام كبير، نسبة توافق 64%. أما برج الدلو مع برج الدلو انسجام روحي بس لازم وضوح، نسبة توافق 85%. الدلو مع الحوت مشاعر عالية وممكن تتعبك، نسبة توافق 58%. أما رسالة الفلك التحذيرية لبرج الدلو النهاردة، الفلك بيقولك وبيحذرك ما تديش سرك لحد، ولو حسيت ان في حد بيختبرك النهاردة ابتسم واسكت. حبايبي الغاليين بكده نكون انتهينا من قراءة وتوقعات اليوم. استقبلوا مني كل بشارة جميلة ومفرحة بلايك واشتراك للقناة، ولو اي حد عنده اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وانا تحت امركم ان شاء الله هرد على كل اسئلتكم، والى اللقاء مع فيديو جديد وقراءة جديدة باذن الله.